مش عارفين هنروح من الاصابات فين، ولا من استاد السلام الكنز فين، ولا هنروح من بعض الناس او الناس المغيبه اللي هم مش مقتنعين ان النادي الاهلي بطل الثلاث قارات فين. هنتكلم في حلقتنا النهارده عن الثلاث مواضيع دول، ولكن قبل ما ندخل في حلقتنا فضلا وليس امرا، لو مش مشترك في القناه شرفني بالاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا باذن الله. ونبدا حلقتنا بالصلاه على سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. هنبدا الاول في مباراه النادي الاهلي والاتحاد السكندري. انا مش قلقان على النادي الاهلي ولا قلقان على لاعبي النادي الاهلي، ولا عمرنا هنقلق على النادي الاهلي ولا لاعيبه النادي الاهلي. ان شاء الله احنا قدها، وان شاء الله مباراه صعبه عشان خاطر استاد السلام، عشان ملعب استاد السلام. ولكن يا جماعه مش هنعتبر الملعب نفسه عقده لينا، يعني مش هنعتبر الملعب نفسه عقده لينا. يبقى النادي الاهلي النادي اللي بيلعب اكتر ماتشات كنادي في الدوري المصري في افريقيا وفي كل البطولات، اكتر ماتشات في الموسم كله. وهنبص لاستاد السلام، مفيش اي حاجه عقده لينا، ان شاء الله احنا قدها. الاتحاد عنده 6 بونت زينا، معاه مدرب محترم، معاه لاعيبه محترمه، ولكن انا كل ده ورا ظهري. اللي عايز البطوله يلعب للمكسب على طول، فمش هعتبر استاد السلام عقده لينا. انا شخصيا بعتبر ان الملعب استاد السلام كنز، ولاعيبه النادي الاهلي ما يعرفش يفتحوا الملعب عليه وما يعرفش يعملوا ستريتش عليه، وبتلاقي دايما الخصم بيقفل علينا كويس قوي، بيقفل مساحات علينا كويس قوي. ولكن يا جماعه مش هعتبر عقده. انا لعبت على الملعب الكويس والملعب الواسع والملعب الكنز والملعب النجيله الصناعيه والملعب الطبيعي، ولعبت العصر ولعبت بالليل ولعبت في كل الاجواء، ولعبت في كاس العالم انديه في اليابان في عز التلج، لعبت في كل الاجواء. فمش هيفرق معايا ملعب، او هنخلي ملعب زي استاد السلام عقده لينا. ومش عايزين الانطباع ده يعني لاعبي النادي الاهلي ياخدوا الانطباع ده. مش عايز الانطباع ده يكون عن لاعبي النادي الاهلي. لاعبي النادي الاهلي كبيره وانت بتلعب للنادي الاهلي، فكل ده مش في دماغك، اي نعم مارسيل كولر قبل كده اشتكى من الملعب نفسه وقال لك الملعب كنز مش هقدر اعمل التكتيك عليه، ولكن عادي ماتش من كام مباراه، يعني مباراه من كام مباراه. واتمنى ان اداره النادي الاهلي تفكر في موضوع استاد السلام ده. اتمنى ان اداره النادي الاهلي تنسى، تحاول تخلي استاد السلام دي حاجه اللي هو ايه بقى، بعد خلاص ما نغلب من اي ملعب اروح يا عم العب في هيئه قناه السويس، استاد هيئه قناه السويس، اروح العب في اي ملعب واسع مش كنز، اي ملعب واسع مش كنز، ولا العب في الكليه الحربيه ملعب كنز شويه، ولا العب في استاد السلام ملعب كنز شويه، ولا العب في استاد الماكس برضو كنز. لكن انا مش هروح اسكندريه، وان شاء الله استاد القاهره يتعمل باذن الله ونقدر نرجع عليه تاني ان شاء الله. فمش هنعتبر استاد السلام يا جماعه عقده لينا، ولا هنعتبره عقده للعيبه. ان شاء الله البطوله بتاعتنا ودايما الدوري بتاعنا واحنا معرضين. يعني لو تحط في دماغك كده ان احنا لو الدوري ذهاب وعوده، وارد نروح نلاعب حرس الحدود مثلا في الحدود في استاد الماكس، مش في الحدود، في استاد الماكس في اسكندريه، ووارد هم يجوا لنا، فمعرضين للملاعب دي برضو. فما نحطش كل ده في دماغنا، وان شاء الله النادي الاهلي يفوز بكره على الاتحاد السكندري المحترم ان شاء الله. اصابه وسام ابو علي، وخلينا ناجل الموضوع بتاع بطل نصف او بطل الثلاث قارات، بطل نصف العالم، ناجله دلوقتي. بطل الثلاث قارات هنتكلم فيه باستفاضه اخر موضوع ان شاء الله، ونحاول نوضح لبعض الناس، مع انهم مهما وضحت الناس دي ما بتقتنعش. ولكن هنروح في لاصابات النادي الاهلي. وسام ابو علي، كل الناس قعدت تتكلم وتقول وسام ابو علي اصابه قويه، انا معاك، هو الاصابات بتاعت ربنا، ولكن انا معاك في موضوع حظ لاعبي النادي الاهلي. ولكن برضو زي ما بقول لك كله بتاع ربنا، ولكن تحس ان لاعبي النادي الاهلي يعني ايه، الاصابات بتتلكك عليهم، يعني الاصابات بتتلكك معاهم، اللي هم ايه، هتعمل كده هتتصاب، هتعمل كده هتتصاب. فكل الناس فضلت تتكلم وتقول وتعيد يا وسام ابو علي اتصاب، ده اصابه خطيره. كابتن احمد شوبير امبارح على قناه النادي الاهلي وضح كل حاجه، وقال لك الاصابه لوسام ابو علي في صباع رجله الشمال، او اعتقد اليمين، مش فاكر كابتن احمد شوبير قال ايه بالظبط، قال لك الشمال او اليمين، صباع رجله الصغير حصل تورم فيه، والتورم اخد معاه مشط رجله.
لكن وسام بيتمرن ومفيش اي حاجه، لكن خايف من التصويب، خايف من التصويب. فوسام ابو علي ما فيهوش ان شاء الله اي حاجه، اتعمل له اشعه باذن الله وما فيهاش اي حاجه. وفي نفس الوقت برضو هو يغيب عن مباراه الاتحاد، يعني هيغيب عن مباراه الاتحاد، وبصراحه من وجهه نظري هيبقى غيابه مؤثر. ولكن طاهر ان شاء الله يكون راس حربه صريح باذن الله، او كهربا ربنا يكرمهم ان شاء الله. ولكن الاصابه مش اصابه خطيره ولا حاجه، هو ممكن المباراه دي يبعد بس فيها او يستبعد فيها عشان الاصابه دي، ولكن ان شاء الله هنلاقيه المباراه اللي بعدها. فبلاش تسمع من اي حد بيهبد وخلاص. هنروح لبعض الناس اللي هي مش مقتنعه النادي الاهلي بطل كاس الانتر كونتيننتال، بطل الثلاث القارات الثلاثه. شوف السكرينه دي، او شوف الصوره دي، او شوف الكلام المكتوب ده على بيج زملكاوي معروف قوي. شوف بيقول ايه، نقراها مع بعض. بيقول لك بطل نصف الارض، الفيفا يصدم الاهلي بسبب كاس القارات الثلاثه. الاهلي استفسر عن امكانيه وضع شعار بطل نصف الارض. رد الفيفا بان منح اي شعار يعود اليه. الاتحاد الدولي هو من يحدد الشعارات المسموح بوضعها على القمصان. الشعار، ركز في دي، الشعار الذي يتداول ويظهر في بطل القارات الثلاثة غير رسمي ولم يحصل على موافقة الفيفا. الناس دي لحد دلوقتي مش مقتنعين ان النادي الاهلي فاز على العين الاماراتي وفاز بكاس الانتر كونتيننتال وبطل الثلاث قارات. لو العين الاماراتي لا قدر الله كان فاز على النادي الاهلي، كنت لقيت الناس دي تقول لك ما عرفتش تكسب كاس الانتر كونتيننتال، ما عرفتش تكسب بطولة الثلاث قارات، ده انت لو كسبت كنت عملت فينا وعملت فينا وعملت فينا وجماهيرك عملت فينا وعملت فينا. كان الناس دي قالت الكلام ده، كان قالوا كده لو العين كسب النادي الاهلي. لكن النادي الاهلي يكسب؟ يا عم هو في حاجة اسمها بطل الانتر كونتيننتال؟ هو في حاجة اسمها بطل نصف العالم؟ طيب سؤال بيطرح نفسه، حضرتك زعلان ليه؟ مادام انت مش في الصورة ولا انت في المنافسة، انت زعلان ليه؟ انا يا عم بعمل شعارات زي ما انت ما بتعمل وخلاص. يعني انت بتقول انا اكبر قلعة رياضية في مصر، وبتقول نادي القرن الحقيقي ومش عارف ايه والكلام والشعارات الكدابة دي. انت مش في المنافسة ليه؟ انا الراجل اشطر واحد في الفصل، ومعايا اللي دايما بيجيبني او يقل عني درجة. والبليد ايه علاقته بيا وبالتاني؟ صح ولا غلط؟ بيقولوا ابلد واحد في الفصل، ايه علاقته برائد الفصل؟ او ايه علاقته باللي هو بيطلع الاول في المدرسة او بيطلع التاني؟ انت مش في المنافسة، ايه مزعلك؟ دي حاجة. تاني حاجة وبكررها وبقولها، انت زعلان وبتقول يعني ايه بطل 3 قارات، ده شعار كذاب او اي حاجة في اي حاجة. هعيدها لك تاني وتالت ورابع. انت احتفلت بكاس افتتاح استاد لوسيل، الماتش الودي اللي ملوش اي لازمة، وكنت بتحفل عليا وتقول ايه؟ شفت الزمالك راح يفتتح استاد لوسيل اللي هيلعب عليه ميسي، وانت خليك قاعد كده. متخيل ردود الناس؟ متخيل العقلية؟ متخيل عقلية الناس وعقلية بعض الناس فيهم اللي بيقولوا الكلام ده؟ تسيبك برضو من دول، يعني سيبك من دول. الفيفا نفسه وشعار الفيفا، مفيش اي جهة معينة تقدر تستخدم شعار الفيفا غير لما يكون الفيفا هو اللي منظم كل حاجة. فالنادي الاهلي مش هيستخدم اي حاجة، ولا دي هتبقى بطولة ودية ولا الكلام ده، ولا العين هيجي عندنا مخصوص ولا الكلام ده كله. فمش محتاجة. هي هتفضل انت كده وتفضل تبرر طول حياتك في الاجيال اللي جايه واللي جايه واللي جايه واللي جايه، ويفضل ناديك تحت، لان انت ما بتحاولش تركز مع ناديك خالص. فالنادي الاهلي هيفضل بطل غصب عن اي حد
بطل ببطولاته وبارقامه، مش بالعافيه ومش غصب عن الناس. بس انا بقول غصب عن الناس اللي هي بتحاول تقلل، غصب عن الناس اللي هي بتحاول تقلل من بطولات النادي الاهلي، ولكن مش غصب عن الناس المحترمه اللي عارفه قيمه النادي الاهلي. عاش النادي الاهلي دايما منتصرا، والنادي الاهلي دايما فوق الجميع. اتمنى ما كنتش طولت عليكم، اتمنى تكون الحلقه عجبتك. ولو لسه ما اشتركتش في القناه فضلا وليس امر، شرفنا بالاشتراك وفعل الجرس عشان يوصلك كل جديدنا باذن الله. سلام عليكم.